تخيل ان اول دور ليك في السينما يبقى كابوس عليك. كنت قاعد ومش لاقي حاجه اعملها، قلت لما استعيد الذكريات كده واتفرج على فيلم سهر الليالي. بس وانا بتفرج اكتشفت حاجه غريبه جدا، تعالوا كده لما احكي لكم عليها. في 2004 نزل فيلم سهر الليالي، واللي كان نقله لكل الممثلين اللي فيه. بس ده ما كانش الحال مع احمد هارون اللي اتغفل بدل التغفيله 2. من الصدمه ما حضرش حتى العرض الخاص بالفيلم. الحكايه ابتدت لما احمد راح صور الفيلم وخلص مشاهده ومشي، وفضل بس مشاهد الدوبلاج. ولما الفيلم خلص كانت المفاجاه. اسمع كده معايا. انا مش متعود اقلع هدومي في لوبيات الاوتيلات على فكره. بالظبط كده، ده مش صوت احمد هارون. وهي دي بقى فزوره النهارده. قول لنا في التعليقات ده صوت مين، ويلا بينا نكمل الحكايه. طب ازاي وليه؟ صناع الفيلم قالوا احنا عايزين واحد طول بعرض زي احمد هارون، وواحد صوته خشن زي اللي عمل صوت الدوبلاج. سبب غريب يعني، بس خلاص نعديها. المفاجاه التانية ان هم بدل ما يكتبوا اسمه احمد هارون كتبوا اسمه احمد سيف الدين، يعني لا صوته ولا اسمه. شحططوا الراجل والله معاكم كده كل يوم. الحمد لله يا جماعه مش حياتي، اصل تخيل اول دور ليك في السينما يبقى كابوس عليك. استنوني بكره وخليك فاكر ان رمضانك حدود.